السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم كريم على قناتي أبسط من البساطة، ويا رب يكون الفيديو الأولاني عجبكم. والنهاردة هعمل لكم فراخ مشوية بتتبيلة بسيطة جدا، وهنخليها كأنها مشوية على الفحم وكأنكم جايبينها من بره. وما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ويلا بينا نشوف مقاديرنا. دي فرخه عمر 35 يوم انا مربيها عندي في قلب البيت، وهاجي في يوم اعمل لكم فيديو واربي لكم دوره فراخ ثانيه واقول لكم عملت ايه ووصلت بالاوزان ديت ازاي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. معانا دي بصلتين بشرتهم في قلب الكبه، ودي طماطمتين بشرتهم في قلب الكبه، ودي معلقه سكر صغيره، ودول 4 ليمونات عصرتهم، وشويه ملح وشويه فلفل اسمر. مش هحط حاجات اكتر من كده، وتعالوا ما اوريكم هعمل ايه. قطعت الفرخه نصين بالشكل ده، وهبدا بقى افرغ من تحت الجلد عشان الحشو اللي انا هعملها اهو بصبعي كده بالراحه اهو، بفرغ كده من تحت الجلد عشان الجلد رقيق ما يتقطعش معايا. خلصت كده الفرخه اهو، فرغت لها كده من تحت الجلد عشان نحط الحشوه اهو. تعالوا بقى اما نشوف التتبيله هنعملها ازاي. اول حاجه البصل هفضيه، تاني حاجه طماطمايه مبشوره كده هفضيها، حبه ملح هحط اللي انا عايزاه، واهم حاجه الفلفل الاسمر فيه، وحبه سكر صغيرين، ونص الليمون ده مش هحطه كلته دلوقتي، هحط نصه واوريكم حالا النص التاني هعمل بيه ايه. هقلب بقى كده واخلطهم خالص ببعض اهو. الميه بتاعتها دي بتبقى حلوه قوي، ما برميهاش. هوريكم حالا هعمل بيها ايه. تعالوا بقى نحشي الفرخه واوريكم هنعملها ازاي. هحط نص الفرخه كده الاولاني، وابدا اخد كده من التتبيله واحشي تحت الجلد، شايفين؟ املاها على قد ما اقدر تحت الجلد. شايفين الميه؟ بعصر كده تعالوا نحط دي ونجيب النص التاني. ده النص التاني من الفرخه. تعالوا بقى شوفوا، حشيته اهوت من البصل، دخلته جوه فتحه هنا كده صغيره من هنا، ودخلته وزقته بايدي كده اهو كده. انا مليتها كده، حشيتها البصل كلها اهي. تعالوا بقى يلا نحطها في الصينيه ونشوف هنعمل ميه البصل اللي انا شلتها، ودي بقيه الليمون اللي انا عملته هسقي بيه الفرخه. عايزين تسيبوا شويه والفراخ طالعه من الفرن تسقوا بيها براحتكم، بس هي كده كده بتبقى تحت وانا بقلب الفراخ. اي بهارات ونحطها تاني خلاف الفلفل الاسمر والملح بتغير طعم الفراخ وما بتبقاش حلوه. تعالوا بقى دلوقتي نسيب الفراخ ساعه في قلب التلاجة، ولو مستعجلين دخلوها الفرن على طول. دلوقتي الفرخه طلعت من التلاجة بعد ما ارتاحت شويه والتتبيله شربت منها خالص كلها. شايفين التتبيله اهي. يلا بينا دلوقتي ندخلها الفرن ونشوف بعد ما تطلع من الفرن ازاي هتبقى بطعم وريحه الفرخه. دلوقتي انا ولعت الفرن من تحت ومن فوق، هحطها تحت كده. النار عاليه، انا مش مهديه الفرن. عايزين لو الفرن النار عاليه قوي هدوا الفرن شويه من تحت. دلوقتي انا حطيتها على ما تستوي من تحت شويه، وهقول لكم هعمل ايه تاني. هنقفل دلوقتي على الفرن ونرجع لها تاني. دي دلوقتي انا قلت اوريها لكم كده معايا في قلب الفرن. عدى عليها دلوقتي ربع ساعه في قلب الفرن، شوفوا بدات تاخد لون عامل ازاي. هكملها تسويه تاني وارجع لكم تشوفوها تاني. دي دلوقتي انا مطلعاها عشان اقلبها من الفرن. شايفين الميه البهاريز بتاعتها؟ باخد منها كده واسقيها كده من فوق. شايفين؟ لا حطيت زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، هي الفراخ اللي جميله وسمينه اهي. شايفين؟ قلت اوريها لكم بس معايا، وبعد كده هنكمل ايه تسويتها في قلب الفرن ونرجع تاني نشوف. دلوقتي بعد ما طلعت من الفرن سخنا حته فحم على البوتاجاز، حمرناها خالص كده، ونجيب معلقه زيت نكبها عليها. طلعت دخان جامد،
هنكتم عليها جامد بقى ونسيبها لحد ما ايه تشرب من البخار بتاعها شويه. ده اخر شكل الفرخه المشويه بتاعتنا بتاعت النهارده، وده السر اللي قلت عليه ليكم في اول الفيديو اللي هيخلي الفرخه بطعم وريحه الفحم. ودي نهايه الفيديو بتاع النهارده، يا ريت يكون عجبكم، اتمنى ان هو يعجبكم ان شاء الله. وكان معكم ام كريم مع قناتي ابسط من البساطه، واتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. TikTok All Star.